السلام عليكم حبايبي. اليوم ان شاء الله نحضر معكم حلوى عيد ميلاد للمبتدئات وبمقادير جد بسيطه. على بركه الله. في اول حاجه فاحنا كنحتاجوا 4 ديال البيضات. بطبيعه الحال البيض كيكون بحراره ديال المطبخ، ما نستعملوش هو بارد باش يمكن ينجح لنا الوصفه. كنحتاجوا 3 ديال الكؤوس ديال السكر سنيده. السكر طبيعه الحال الا كان حرش كنحاولوا اننا نطحنوه واحد شويه باش يولي رطب. من بعد كنطربو مزيان حتى كيتفاعل لينا البيض مع السكر وكيندمج مزيان، كيولي على هذا الشكل. من بعد ما كنطربوه فاحنا كنزيدوا عليه الناطا ديال الحلوى، كتكون بعده نكهات. فهنا درنا النكهه ديال الفاني كتعطي واحد النسمه، واحد البنه زوينه. فهي كتباع عند مول الحلويات معروفه بثمن جد يعني رخيص، فقط يعني اظن 5 دراهم، يعني ماشي شي حاجه غاليه. فاحنا كنطربوا مزيان حتى كندمج، وبطبيعه الحال كنبداو نزيدوا شويه بشويه على حساب يعني النكهه اللي حنايا محتاجين، اللي محتاجين لها عفوا. فكنطربوا مزيان. من بعد ما كيندمج لنا الخليط فاحنا كنزيدوا الدقيق، عندنا 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق. فكنزيدوا شويه بشويه حتى كنوصلوا لذاك القوام اللي حنا بغينا. بطبيعه الحال الدقيق على حساب، كاين دقيق كيف ما تنعرفوا ديما كيشرب بزاف، وكاين دقيق اللي يعني كديري كميه قليله. مي هذه فيها 3 ديال كيسان بالضبط. وكنزيدوا خماره ديال الحلوى يعني ايديال، وكنخلطوا مزيان الخليط حتى كيندمج لنا على هذا الشكل. فهاد الحلوى تعاونوا لها 3 ديال الناس باش طلعت لينا زعما. ايوا من بعد ما كيولي لنا الخليط على هذا الشكل فاحنا كناخذ واحد المول اللي كيكون خاص يعني بالحلوى اولا بكيكه اللي تيكون بحال هكا يعني داير، ماشي ديال الكيكه العادي. فكنكونوا دهناه بالزبده ورشيناه بالدقيق، وكنديروا في الطاوه يعني كنديروا داك الخليط، وكنحاولوا على اننا نخبطوا ديك الطاوه مع السطح العامل باش ما كيبقاوش دوك الفقاعات، يعني ما كيبقاوش منفوخين. من بعد كنديروه في الفران على درجه حراره 180 مشعول، يعني كنشعلوا ليه حتى كيسخن من الفوق لتحت. ملي كنخشيوها كنطفيو الفوق وكنخليوه لتحت، فكطيب على هذا الشكل. يعني كطيب في مده قصيره كتولي على شكل اسفنجه يعني رطبه على هذا الشكل، كتولي العجينه. فهنا كنخليوها كتبرد، كنحطوها على جنب نخليوها كتبرد، وكندوزو كنكملوا لتحضير المقادير اللي باقا. فاحنا كنحتاجوا عندنا 2 كريمات. الكريمه الاولى فهي كريمه شانتي، تقريبا عندنا 50 غرام. وكنديروا لتر ديال الحليب. الحليب تيكون بارد يعني من الفريغو، فكما كتشوفوا فهو كيهبط عندنا قاصح. فضروري على انه يكون بارد جدا. حتى ادوات اللي كنستعملوا يعني بحال هاد الزلافه او لا شي طاس فهو اكيد كيخصو يكون بارد. فكنطربوا مزيان حتى كيندمج الخليط بحال هكايا. من بعد كندوزو كنحضروا الكريمه الثانيه. فاحنا كناخذوا لا كريم شانتي اللي كتكون بارده بطبيعه الحال، كتكون في الفريغو. فاحنا كنحتاجوا هاد هولالا، فهي جد رائعه الحلويات الكريمه. فاحنا كنطربوها مزيان وهي بارده على هذا الشكل. من بعد كنبداو كنضيفوا عليها الكريمه الاولى ديال لا كريم شانتي والحليب، كنضيفوا على هاد الكريمه الثانيه، وكنبقاو كنطربوا. كيف ما كتشوفوا لا كريم شانتي الثانيه فهي باقا طروفه يعني بارده. فكنبقاو كنخلطوا مزيان يعني حتى كيندمج الخليط، كيولي القوام على هذا الشكل. وكنزيدوا عليه واحد جبن يعني فيلادلفيا اولا جبن كريمي، يا هذا يا بيرلي، كنزيدو باش كيجي كيخطر لينا. من بعد ما كنخلطوا فاحنا كنقسموا الخليط على نصفين، لان غنديروا 2 ديال النكهات. النكهه الاولى هي غتكون ديال الفريز يعني ديال الفراوله. هذا بطبيعه الحال النعطه هي اللي كيكون فيها الالوان. فاحنا كنبقاو كما قلت كنزيدوا يعني تدريجيا حتى كنحصلوا على اللون اللي بغينا. بطبيعه الحال كيكون فيها مذاق يعني ديال الفراوله. فاحنا كنبداو نخلطوا مزيان. هذه بالنسبه للاولى. كندوزو للثانيه. فاحنا عندنا ديال الفرامبواز التوت. فكنضيفوا كذلك الكميه اللي حنا محتاجين ودرجه اللون اللي حنا محتاجين، يعني كنبقاو نخلطوا وكنزيدوا في نفس الوقت حتى كنوصلوا
للدرجة اللي احنا بغيناها. فكما كتشوفوا كنبقاو نخلطوا مزيان في ديك الكريمه الثانيه حتى كتولي على هذا الشكل، يعني كتولي ثقيله. من بعد كناخذوا كنوجدوا يعني كيف ما كنقولوا الطبقه المقرمشه، فهي متكونه من البسكوي، اللوز، الكركاع. كنقطعوه يعني قطع يعني مهرمشه شويه كبيره، يعني على حساب. كاين اللي كيديروا، كاين اللي كيطحنوا مزيان، انا كنخلي بحال هكا. من بعد كنزيدوا عليه البخاليني ديال اللوز، وكنزيدوا عليه عفوا الشكلاط كنكونوا مذوبينه، وكنخلطوا هاد العناصر مزيان حتى كتولي على هذا الشكل. من بعد كناخذوا، من بعد ما كتبرد لينا الكيكه، فاحنا كنشدوها كنقطعوها على حساب الطبقات اللي حنا بغينا. فهنا عندي المول درت له البابي سولوفان من الجنب باش منين بغي نقلبها تسهل عليا. ففي الاول كندير الطبقه الاولى وكنسقيها بالحليب. من بعد كندير طبقه من الكريمه وطبقه من المقرمشات اللي عندنا. فكنبقاو بحال هكا كنديروا طبقات ديال كيكه، يعني كنسقيوها بالحليب. من بعد كنزيدوا عليها الكريمه، ومن بعد كنزيدوا عليها خليط ديال البخاليني باللوز والشكلاط. فاخر طبقه بطبيعه الحال حنا شويه تقسمتنا، لان كيف ما كنقولوا فهي ديال المبتدئات، يعني ماشي مشكل. فاخر حاجه فاحنا كنديروا الطبقه الاخيره وكنزيدوا عليها، يعني كنغطيوها بالكريمه وكنديروها في الفريغو، كنخليوها كتبات ليله كامله. عاد لا غدلين ديالها ديك الساعات كنخرجوها باش نديروا لها الدريساج ونقادوها. فكيف ما قلت لكم السلوفان تيساعد بزاف على انها تجي سهله، على انها يعني اننا ننزلوها في طبق ديال يعني ديال التقديم. من بعد ما كنحطوها يعني في واحد الطبق، هو ماشي ديال التقديم، غير باش كندريسوها وكنقادوها. فاحنا كنضيفوا الكريمه اللي كنا درنا في الاول، كتكون بطبيعه الحال بارده، كتكون في الثلاجه بارده. فاحنا كنحاولوا على اننا نسرحوها فوق الحلوه. فاللي عنده سباتيلا مزيان على انه يديرها. ومن بعد كنبقاو نزوقوها على حسب كل واحد وكيفاش يعني الطريقه ديال التزيين ديال الحلوى. فيما قلت لكم فهذه فقط للمبتدئات، فتحت التزيين اللي درنا فهو ديال المبتدئات. فكل واحد كيبدع بطريقته، يعني كيفاش كيطلعها، وبصحه والراحه، وكتجي جد رائعه ويعني واقتصاديه، ما فيهاش بزاف ديال يعني خسران ديال الفلوس، وبصحه والراحه.